مشاهدونا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريتري لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله وكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. منح قلادة الملك عبد العزيز لفخامة الرئيس سياس أفورقي ورئيس وزراء أثيوبيا. الأمين العام للأمم المتحدة يصف اتفاق السلام بين أثيوبيا وإريتريا بالتاريخي. سمينار لتعزيز المعارف حول الأمراض المعدية في الإقليم الأوسط. ترامب يأمر بفرض تعريفة جمركية إضافية على السلع الصينية. إعصار مانكوت المدمر يضرب جنوب الصين. ماي تؤكد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد دعوات لاستفتاء آخر. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. قلد الملك سلمان بن عبد العزيز فخامة الرئيس سياس أفورقي ورئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد قلادة الملك عبد العزيز أعلى وسام في المملكة العربية السعودية تقديرا لمبادرة السلام بين إريتريا وأثيوبيا في احتفال جرى بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في 16 من سبتمبر الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال باتفاقية السلام التي وقعها الزعيمان في يوليو الماضي بالعاصمة أسمرة. وحضر المراسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الأمارات العربية المتحدة. ومن جانب إريتريا حضر المراسم معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبرآب ومدير مكتب الرئيس السيد أمين حسن. وأفاد مفد وزارة الإعلام بأن الرئيس السياس أفورقي ورئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد وقعا اتفاقية السلام والصداقة والتعاون الشامل في مراسم عزف فيها السلام الوطني الإريتري والأثيوبي والسعودي، إضافة إلى موسيقى الشرف. هذا وقد غادر فخامة الرئيس سياس أفورقي مساء أول أمس السبت 15 من سبتمبر الجاري البلاد متوجها إلى المملكة العربية السعودية لحضور تلك المراسم. يذكر بأن فخامة الرئيس سياس أفورقي ورئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الدكتور أبي أحمد وقعا في 9 من يوليو المنصرم في العاصمة أسمرة إعلان السلام والصداقة المشترك بين إريتريا وأثيوبيا، يضم 5 نقاط لإنهاء حالة الحرب التي استمرت 20 عاما بين البلدين. وقد أعاد البلدان ابتداء من الثلاثاء الماضي فتح الحدود البرية للمرة الأولى منذ 20 عاما، مما يمهد ذلك الطريق للتجارة وحركة التنقل بين البلدين. الجدير بالذكر بأن الأمارات العربية المتحدة كانت قد قلدت وسام زايد أعلى وسام في الدولة للرئيس سياس أفورقي ورئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الاتحادية الدكتور أبي أحمد تقديرا لمبادرة السلام بين البلدين. وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اتفاقية السلام التي وقعت في العاصمة أسمرة بين دولتي إريتريا وأثيوبيا منهية حالة الحرب التي استمرت لعقدين من الزمان بأنها حدثا تاريخيا مهما، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بجدة بعد مشاركته في مراسم تغليد فخامة الرئيس سياس أفورقي ورئيس وزراء أثيوبيا الدكتور أبي أحمد قلادة الملك عبد العزيز التي جرت في 16 من سبتمبر الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة جدة تقديرا لمبادرة السلام الموقعة بين البلدين في 9 من يوليو عام 2018 في العاصمة أسمرة. وأضاف غوتيريش قائلا: في الوقت الذي تتضاعف فيه النزاعات نرى إنهاء حالة الحرب التي استمرت عشرات السنين بين إريتريا وأثيوبيا بطريقة سلمية، مما سيفتح آفاقا جديدة لترسيخ السلام في ربوع العالم ويعد نموذجا يحتذى به لتحقيق السلام في عالمنا. من جانبه أشار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى الشجاعة السياسية لكل من رئيس وزراء أثيوبيا والرئيس الإريتري سياس أفورقي اللذين استطاعا تجاوز كل العقبات والوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي. وقال: نأمل أن يساهم هذا الاتفاق في تحقيق الأمن والاستقرار في البحر الأحمر وفتح المجال للمزيد من التعاون بين البلدين في هذه المنطقة الحساسة من العالم في النواحي الأمنية والاقتصادية والاستثمارية. افتتح في 15 من سبتمبر الجاري معبر الدخالة راما الذي يربط بين إريتريا وأثيوبيا لتسهيل حركة النقل البري من أجل خدمة الشعب وتحرك الممتلكات عبر منطقة نهر مرب.
ويعتبر هذا مواصلة لفتح معبري دبي سيما بوري وسرحة زالمبسا اللذان قام كل من فخامة الرئيس إسياس أفورقي ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية بافتتاحهما في 11 من سبتمبر الجاري بالحضور في موقع الحدث. هذا وكانت إحدى نقاط الإعلان العام للسلام والصداقة الموقع في العاصمة أسمرا بين البلدين في 9 من يوليو المنصرم لعام 2018 تتمثل في استئناف حركة المواصلات والتجارة والاتصالات بين البلدين. ذكر مسؤول الأمن القومي العميد أبرهة كاس الشباب للاستفادة الجيدة من الفرص المتاحة لهم في الحصول على المعارف واكتساب الكفاءة والقدرات لتنفيذ البرامج الوطنية الموضوعة، باعتبار أن ساوا تعد محطة يتحمل فيها الشباب مسؤولية تطوير الرؤى المشتركة والفهم العام وترسيخ الثقافة الوطنية. وقال العميد أبرهة كاسا خلال السيمينار الذي عقده في 16 من سبتمبر الجاري لمنتسبي الدفعة 32 للخدمة الوطنية تحت عنوان الأمن الوطني وتعزيز وعي الشباب أن الاستثمار الجاري لإرساء العدالة الاجتماعية يتطلب تقوية التأطير والمساهمة الواعية، وبما أن برامج التنمية وإعادة إعمار البلاد الجارية اعتمادا على الذات مسؤولية تقع على كاهل الشباب، كما أن توحيد الرؤى الوطنية والعمل على ضمان استمرارية البلاد تتطلب مواطنا متسلحا بالمعرفة العلمية والمهنية. فقد نوه العميد كاسا إلى ضرورة العمل لتطوير وازدهار البلاد، لا سيما وأن المرحلة التي ندخلها الآن تتطلب تعزيز وعي الشباب. وذكر العميد أبرهة كاسا بأن ضمان السيادة يقع ضمن الأولويات القصوى، موصيا الشباب للتمسك بمبدأ لا مستحيل على وجه الأرض، والذي لعب دورا رائدا في نيل الحرية والاستقلال، وكذا مواجهة المؤامرات والمخططات الهادفة إلى التأثير بشكل سلبي على ثقافتنا وأفكارنا، مشيرا إلى أن توريث تاريخ تصدي الشعب الإريتري إلى الأجيال المتعاقبة هو من صميم واجبهم الوطني. وأوضح العميد أبرهة كاسا بأن التعرف على التجارب السابقة والحد من الأفكار السلبية والتعرف على الفرص المتاحة وكذلك التحديات والابتعاد عن الأفكار دون الوطنية ومواجهتها بتعزيز الوحدة المشتركة هي من أهم العوامل التي ساعدت الثورة الإريترية على الانتصار، مشددا بأن الشعب الإريتري الذي انتصر بعد أن دفع القالي والنفيس متجاوزا كافة التحديات هو خير دليل للصمود على مر التاريخ. وفي الختام قال مسؤول الأمن القومي العميد أبرهة كاسا ينبغي أن يعرف بأن سر انتصارنا ليس جملة من الموارد والثروات، بل هو ثروة شعبنا الواعي والموحد، مناشدا الشباب إلى مواجهة كافة التحديات والعراقيل بوعي كامل والتمسك بقيمهم وثقافتهم الوطنية ولعب الدور الرائد في كافة القطاعات الوطنية، مدركين الحرب النفسية الهادفة إلى النيل من الشباب. من جانبهم أكد المشاركون جاهزيتهم لإنجاح البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة مع الجهود الشعبية، متسلحين بالمعرفة لضمان مستقبلهم القادم. نظم في 16 من سبتمبر الجاري في الإقليم الأوسط سيمينار لتعزيز معارف المجتمع حول أسباب وأضرار وطرق الوقاية من الأمراض المعدية وخاصة مرض فقدان المناعة المكتسبة الإيدز. وفي السيمينار الذي شارك فيه أكثر من 8000 من سكان ضاحية جازاباندا قدم مسؤول الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز والأمراض التناسلية بمكتب الصحة في الإقليم الأوسط السيد محاري والميكائيل توضيحا مفصلا حول خلفية فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز على مستوى العالم، وأشار إلى وفاة أكثر من 35 مليون شخص خلال حوالي 30 عاما مضت على مستوى العالم، فيما يعيش حوالي 37 مليون آخرين مع المرض. وذكر السيد محاري بأن الإصابات الجديدة على مستوى العالم كانت في العام 2017 حوالي 1.8 مليون شخص، وهذا أمر مقلق. ورغم أن نسبة الإصابة الجديدة انخفضت بشكل كبير في بلادنا، إلا أنه يتطلب بذل جهود منسقة لتحقيق الإنجازات الكبيرة كالمساعي الواعية التي بذلت لإنجاح أهداف الألفية، داعيا إلى تعزيز دور الشركاء عامة وخاصة رجال الدين والاتحادات الوطنية. من جانبه ناشد مسؤول التوجيه والمعلومات بفرع الصحة في الإقليم الأوسط هبتي جبر مسقل لتبادل الأفكار والمعارف ولعب دور رائد في تعزيز وعي الشباب للوقاية من الأمراض المعدية وخاصة فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز. بدورهم ذكر المشاركون بأن مثل هذه السيمينارات تحملهم مسؤولية كبيرة، مناشدين استمراريتها. وتفيد المعلومات الواردة من مكتب الصحة بالإقليم الأوسط استمرار مثل هذه السيمينارات في كافة مديريات الإقليم. تبذل جهود حثيثة لإدخال مكتبة رقمية في مديرية دباربا،
وأوضح بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقراءة التي جرت في 13 من سبتمبر الجاري تحت شعار القراءة مفتاح كل شيء ضرورة بذل جهود حثيثة لإدخال المكتبة الرقمية لتطوير مكتبة مديرية دبارو التي أنشئت بمبادرة قلة من الأشخاص وقامت الحكومة في العام 2002 بتطويرها. من جانبه قال مدير مديرية دبارو السيد فريونجيل أن ترسيخ ثقافة القراءة أساس للجهود الحثيثة المبذولة لاكتساب المعارف الجيدة، مؤكدا بأن إدارته ستبذل كل ما في وسعها لتطوير مكتبة المديرية. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. كن معنا. على الصعيد العالمي، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولين في إدارته بفرض زيادة جديدة للتعرفة الجمركية على السلع الصينية حسب ما قالت تقارير إعلامية أمريكية. ويعتقد أن التعرفة الجمركية الجديدة ستطبق على واردات من الصين تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار، تشمل قطع غيار الأجهزة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية. وستضاف الزيادة الجديدة على التعرفة التي فرضتها الولايات المتحدة بالفعل أثناء الخلاف بين البلدين، علاوة على التعرفة الجمركية التي تطبقها الصين على سلع أمريكية تقدر قيمتها ب50 مليار دولار ردا على الرسوم الأمريكية. وقال مسؤولين صينيين أن الحكومة الصينية قد ترفض المشاركة في محادثات التجارة المقترحة مع الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر، إذا مضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في فرض رسوم إضافية على الواردات الصينية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول صيني كبير القول أن بلاده لن تتفاوض والبندقية موجهة إلى رأسها. ضرب إعصار مانكوت إقليم غواندونغ أحد أكثر أقاليم الصين كثافة بالسكان بسرعة رياح تصل إلى 162 كيلومترا في الساعة، وقد أجلي أكثر من 2.45 مليون شخص من منازلهم بعد أن رفعت السلطات هناك درجة التأهب إلى القصوى، أي درجة الإنذار الحمراء. وأعلنت حالة التأهب القصوى في هونغ كونغ أيضا، حيث طلب من السكان البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلى الشوارع نظرا لسرعة الريح التي تجاوزت 117 كيلومترا في الساعة. وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار في الفلبين إلى 59 قتيلا، معظمهم جراء الانزلاقات الأرضية التي نجمت عن الأمطار الغزيرة التي رافقت الإعصار. واجتاح الإعصار الذي يعتبر الأعنف في العالم منذ بداية العام مناطق زراعية في شمال جزيرة لوسون، وتسبب بفيضانات وانهيارات أرضية. وتسببت العاصفة المميتة فلورانس في هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على ولاية نورث كارولينا الأمريكية وعزل مدينة ويلمينغتون، وتدمير عشرات الآلاف من المنازل، وزيادة مخاطر حدوث فيضانات جارفة مع وصول منسوب المياه في الأنهار إلى مستوى الفيضان. وارتفع عدد القتلى جراء العاصفة هناك إلى 17 قتيلا على الأقل. قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن تركيزها منصب على خطتها بشأن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وأنها تشعر بالانزعاج من التشكك المستمر في موقفها. ودعا عمدة لندن صادق خان لإجراء استفتاء آخر على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وقال أن الطريقة التي تعالج بها ماي مفاوضات الانسحاب من التكتل أصبحت مشوبة بالارتباك والأزمة، وأنها تقود البلاد نحو مسار مدمر. ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي بشكل فعلي في 29 من مارس المقبل، لكن خطة ماي لم تحظى بالقبول بعد، مما دفع نوابا وقادة في نقابات وقطاعات أعمال للقول أنه يجب أن يكون للشعب القول الفصل في أي اتفاق مع بروكسل. واستبعدت ماي مرارا إجراء استفتاء آخر، وتقول أن نواب البرلمان لديهم الفرصة للتصويت على أي اتفاق نهائي. أطلقت مؤسسة أبحاث الفضاء الهندية قمرين اصطناعيين بريطانيين إلى الفضاء من قاعدة في جزيرة سري هاري كوتا جنوبي البلاد. ونجح الصاروخ في وضع القمرين في مدارهما حول الأرض على ارتفاع 583 كيلومترا. وسيقوم القمران بمراقبة ورصد الفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى على سطح الأرض. ويبلغ وزن كل قمر 450 كيلوغراما. وهذه أول رحلة لمؤسسة أبحاث الفضاء الهندية منذ 5 أشهر، عندما قام صاروخ تابع للمؤسسة بوضع قمر للملاحة بدلا من قمر آخر،
كما أنها تعد الرحلة التجارية الأولى للمؤسسة. وتسعى الهند للحصول على حصة في صناعة الفضاء العالمية التي تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.